بادو الزاكي مدرب للمنتخب الأردني، هل بتشوف أنه هو الرجل المناسب لقيادة المنتخب؟ أتوقع أنه بادو الزاكي كان مدرب طوارئ أو احتياطي. بادو الزاكي لن يكون مدربا للمنتخب الأردني في المرحلة القادمة. شو الاشي الواو اللي عمله حتى أنا أسلمه منتخب مونديالي تحت العباءة المغربية، لأن اليوم إحنا منتخب عالمي بغض النظر عن الأسماء. كل الاحترام والتقدير للمدرب اللي إجا بادو الزاكي، ولكن إحنا بحاجة إلى مدرب أكبر. استفهام كبير على الإصرار على المدرسة المغربية، لكن أنا عندي قناعة أنه هذا المدرب سيكون المدرب الأسرع في التنحي عن مهمته، سيكون أسرع مدرب يخسر مركزه في منتخبنا. والله هذه هي متلازمة ستوكهولم. المنتخب الأردني من بعد ما جاب عموته اللي هداهم وصفة كأس آسيا لأول مرة في التاريخ ديالهم وانتقدوه وجراو عليه، وجابوا السلامي المغربي يلي هداهم التأهل لأول مرة في التاريخ لكأس العالم وانتقدوا وجراو عليه، مشاو جابوا مدرب مغربي آخر بادو الزاكي، وقبل ما يحط رجليه في الأردن جالسين كينتقدوا فيه سواء كانوا الصحافة ولا حتى المشجعين. انتقادات وسبان اللي كتضرب في الكارير ديال بادو الزاكي وحتى في الشخصية ديالو وحتى في العمر ديالو. قال لك جبتوا لنا واحد الشارف في الستينات يدربنا. مثلا هاد راس التنس هذا اللي هو واحد اللاعب سابق للأردن قال لك نحن للأسف لا نزال تحت العباءة المغربية وما زلنا لا نملك القوة التدريبية الكبيرة التي نحتاج إليها لأننا اليوم منتخب عالمي. طز. نحن بحاجة إلى مدرب أكبر. الله 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 الله. قال لك منتخب عالمي. ها المنتخب العالمي، ها منتخب العالمي 73 في تصنيف الفيفا، هبط 10 ديال النقاط دابا. ها المنتخب العالمي عاوتاني ها 0 نقطة 0 مكعب في دوري المجموعات في كأس العالم 2026. قال لك منتخب عالمي. مادام نتوما ما عاجبينكمش المدربين المغاربة، علاش الجامعة ديالكم تجيب المغاربة؟ حنا راه ما عندناش مشكل انكم تكرهونا، ولكن علاش كتجيبوا المدربين ديالنا؟ حتى المدربين ديالنا الله يهديهم خصهم ما بقيش يتبعوا الفلوس ويمشيو يدربوا منتخبات ليسوا صالحين للتدريب. راه كاينين منتخبات جايين من دول باقي واحلين مع الايجو ديالهم وواحلين مع الكبرياء وداك التفرعين وداك الجبروت وداك جنون العظمه. كاينين شي منتخبات ما خصكش تدربهم، هذه يرسطيوك. شي منتخبات باش ما انت كتكتب لهم تاريخ كروي باش ما كيعفطوا عليك. عندي وجهة نظر قلتها في أكثر من مكان، أنه التعاقد مع بادو الزاكي يعني طريقة التعاقد مع بادو الزاكي بس فقط لتاريخه. يعني أنا تعاقدت مع اللاعب اللي عنده تمثال في مايوركا، اللاعب اللي افضل حارس في اسبانيا 5 سنوات، افضل حارس في كاس العالم 86، اللي غلب منتخب المانيا، لولا طارق خليج ما طلع من الدفاع كان الهدف ما تسجل، حارس اسطوري. كله هذا مع كل التقدير والاحترام. هون احنا تعاقدنا مع هذا الزاكي وليس الزاكي المدرب، لانه لو نظرت الى الزاكي المدرب من بعد 2004 وللعلم وصول المغرب وصافة كاس افريقيا 2004 للمغرب اخفاق. نراجع الارشيف الاعلام المغربي ستعرف انه اخفاق. طيب بعد ذلك خليني اراجع مسيرته كمدرب من 2004 الى 2026 22 سنة. شو الانجاز اللي عمله؟ شو الاشي الواو اللي عمله حتى انا اسلمه منتخب مونديالي؟ انا واقول لك الجزء المضيء من سي في بادو زاكي الجزء الاول اللي حكيت عنه من قبل، لكن كمدرب 22 مغامره كبيره جدا. انا طبعا لما تم الاعلان بصراحه دقات قلبي وصلت المليون، لانه احنا صرنا ننجز او نخاف، لانه المدرب لما يقول عندي ظرف عائلي وتاجيل المؤتمر لشعار اخر يعني صار في تخوف. بس بتمنى انه الامور تكون على ما يرام ويكون ظرفه سريع وانه نشوفه عن قريب بمؤتمر صحفي من خلال الاتحاد الاردني. ليش لازم نتفائل بمدرب منتخبنا الوطني الجديد الكابتن بادو الزاكي؟ بعكس
التشاؤم اللي بيسود الساحه المحليه. بدايه الكابتن بادو الزاكي هو واحد من اعظم الحراس في تاريخ المغرب وافريقيا، فاز بجائزه افضل لاعب افريقي عام 1986. وبخلاف المسيره المميزه للكابتن مع المنتخب المغربي بكاس العالم وغيرها من البطولات والانديه المغربيه، الا انه تواجد في الدوري الاسباني من بوابه نادي مايوركا، بل وكان واحد من اعظم القاده في تاريخ هذا النادي، ولليوم يذكر بانه واحد من ابرز اللاعبين اللي ارتدوا شاره القياده في نادي مايوركا الاسباني. كان على فكره قريب وقتها من الانتقال لنادي ريال مدريد. تخيل حجم وهاله هذا اللاعب وقتها. راح تحكي لي انه هاي مسيره مميزه كلاعب، ايش علاقتها بالتدريب؟ ولكن انا بحكي انه هاي الهاله الكبيره بتولد شخصيه كبيره، ويمكن احنا منتخبنا الوطني بالفتره الاخيره عانينا بهذا الموضوع كثير، انه الشخصيه كانت تنزل عندنا ببعض لحظات المباراه، واللي كانت تخسرنا مباريات مهمه، لو فزنا فيها كان احنا بمكان مختلف. للامانه واضح اي حدا ممكن اليوم تساله انه الفرق بين شخصيه منتخب عموته ومنتخب السلامي فرق طغيان شخصيه الكابتن حسين عموته والقرارات الجريئه اللي كان ياخذها في المباريات. احنا الفتره الاخيره عانينا وتوجهنا للكابتن بادو الزاكي لانه احنا اليوم بنعيش افضل فتره بتاريخ كره القدم الاردنيه، ومش بفتره انه نعيد بناء الهويه ونغير العقليه. اليوم احنا امامنا كاس اسيا، وكاس اسيا رايحين باذن الله علشان نفوز بالبطوله. ما زال امام الكابتن بادو الزاكي اكثر من توقف دولي، بيقدر يعطي بصمته علشان نروح لكأس آسيا جاهزين. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وللكابتن بادو الزاكي معنا. مدرب أردني إلى جانب بادو الزاكي، لربما هذا هو أكثر سؤال يتردد في الشارع الرياضي الأردني اليوم. فبعد مرور 9 أيام على إعلان تعيين بادو الزاكي مدربا للمنتخب الأردني، ما زال الغموض يحيط ببداية مهمته. فحتى الآن لا يوجد أي إعلان رسمي عن موعد وصوله إلى الأردن، ولا عن أسماء الجهاز الفني الذي سيرافقه، ولا حتى عن موعد المؤتمر الصحفي لتقديمه رسميا. والسؤال الأبرز، إذا قرر الاتحاد الأردني تعيين مساعد أردني إلى جانب بادو الزاكي، من هو الاسم الذي ترونه الأنسب لهذه المهمة؟ اكتبوا لنا بالكومنت. بعد رحيل الكابتن جمال السلامي عن تدريب منتخب النشامة، عين الاتحاد الأردني مواطنه بادو الزاكي خلفا له. طيب بادو الزاكي المدرسة المغربية، ثالث حدا ورا بعض من المدرسة المغربية، ليه عم نضلنا كاتحاد متجهين يعني هل لأنه كانت تجربتنا جيدة؟ شو رأيك صالح ببادو الزاكي؟ بصراحة ممكن تعطيني لحظة صغيرة قبل ما نفوت على موضوع بادو الزاكي؟ هو توقيت إعلان بادو الزاكي مدربا للمنتخب الأردني، وهو تقريبا الساعة 8:30 و5، أي قبل النهائي بساعة ونص. وأنا عندي سؤال للاتحاد الأردني، نهائي إيش؟ نهائي كأس العالم. ليش تم الإعلان عن بادو الزاكي بهذا الوقت؟ وهون بجاوب على سؤالك. أتوقع أنه بادو الزاكي كان مدرب طوارئ أو احتياطي، لربما الاتحاد الأردني ما كان مرتب أموره. أنا مستغرب جدا عن الوقت اللي أعلن فيه الاتحاد، وبتمنى أنه أي حدا يجاوبني على هذا السؤال. بادو الزاكي لن يكون مدربا للمنتخب الأردني في المرحلة القادمة، هذا هو التخوف الذي بدأ يظهر لدى جزء من الجماهير الأردنية، وخليني أحكي لك عن أسباب هذا التخوف. منذ إعلان تعيين الزاكي مدربا للأردن في تاريخ 19 من شهر 7 وحتى اليوم المدرب لم يصل إلى الأردن. عداك عن تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه قبل موعده بيوم واحد فقط بسبب ظرف عائلي للمدرب. واليوم نقترب من مرور شهر على إعلان التعيين، لكن حتى الآن لا نعلم متى سيصل الزاكي ومتى ستبدأ مهمته فعليا مع النشامة. والسؤال الآن، هل الأمور تسير فعلا بالاتجاه الصحيح؟ اكتبوا لنا بالكومنت. طبعا في البداية احنا بنرحب في المدرب بادو الزاكي في المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا وسهلا فيه. احنا بنطمح وبنأمل انه يقدم شيء، ودائما احنا داعمين له وبنسند المنتخب الوطني بغض النظر مين ما يكون المدير الفني لمنتخبنا الوطني. احنا داعمين لمنتخبنا، واحنا الان بمرحله حساسه. المنتخب الوطني بعد المونديال المفروض احنا نحافظ على المكان اللي وصلنا لها، ونحافظ على الانجازات اللي حققناها، وصول نهائيين ووصول اول منتخب عربي للمونديال. احنا اليوم نطمح لانجازات، واكتفينا بالوصافه دائما بمشاركاتنا. الان نبحث عن القاب، عن نكون المركز الاول بالبطولات القاريه اللي بنشارك فيها من حيث كأس العرب ومن حيث بطولة آسيا. أعتقد أنه وصلنا لمرحلة لازم نطلع من الثوب المدرسة المغربية. تجربة الكابتن حسين عموته وتجربة الكابتن جمال السلامي، وصلنا لمرحلة انه خلص صار عندنا اشباع من طريقة اللعب الواحدة، من اسلوب اللعب الواحد، من نفس المدرسة. لازم نوصل لمرحلة انه لازم نطلع من هذه المدرسة ونروح لمدرسة اعلى فنيا، او اذا حب الاتحاد الاردني انه يكمل مع المدرسة المغربية، روح للشيء الاعلى، للشيء الاثمن. مثلا وليد الركراكي من المدربين المميزين، صاحب بصمة، صاحب انجازات. الكابتن بادو الزاكي من المدربين المميزين، ولكن أعتقد ممكن الأفكار القديمة تطغى بعض الشيء عليه في كرة القدم. بدأ تدريب عام 1993، أبرز إنجازاته كأس عرش المغرب، واليوم المدربين يقيموا بإنجازاتهم.
هذا الشيء مش موجود عند الكابتن بادو الزاكي كبطولات. وصل نهائي افريقيا عام 2004 مع بقياده المنتخب المغربي وخسر النهائي انذاك امام المنتخب التونسي، بما يعني مدرب لم يتوج بالقاب ولم يتوج ببطولات. واحنا اليوم نبحث عن فتره بطولات وعن انجازات. حكينا جمله ما قبل المونديال فراس انه منتخبنا الوطني ذهب للمونديال قليل الخبره، لأول مرة بشارك قليل الخبرة راح للمونديال. طب أنا لما أكون كمنتخب قليل خبرة مش المفروض مدربي يكون عنده خبرة؟ طب المدرب قليل خبرة والمنتخب قليل خبرة، شو بدنا نعمل؟ مش رايحين نلعب كرة قدم. أنا بدي مدرب صاحب إنجازات، اسم كبير، إله قيمته، إله مكانته، من مدرسة فاهم كيف بدها تطور كرة القدم. مش بس أنا بفكر ب10 و11 لاعب منتخب أول، لا أنا بفكر إنه أنا كيف بدي أطور كرة القدم بالفئات السنية، بالناشئين، بالواعدين. بس كمان إحنا عم نحكي تكتيكيا على أرض الملعب بالتأكيد. يعني هو المشكلة إنه الكابتن بادو الزاكي أهم إنجاز قدمه كان بال2004، نتحدث عن 22 سنة قبل، وهو قيادة المنتخب المغربي ل وصيف بطولة أفريقيا، ودرب منتخبات نوعا ما ليست بذلك المستوى الذي يؤهله لتدريب المنتخب الوطني، النيجر ومنتخب السودان. يعني هذه من ضمن السيرة الذاتية. لكن كمدرسة مغربية دائما المغرب تؤكد جدارتها، تؤكد قوتها، فهنالك مؤيد ومعارض بالنسبة لوجود الكابتن بادو الزاكي مع المنتخب. نعم. هو كحارس مرمى أسطورة، ولعب مونديال 86 مع المنتخب المغربي، وواحد أساطير كرة المغرب كلاعب، ولكن هذا لا يعني شيء بكل صراحة. اليوم مش أنا بدي أطور حراسة المرمى أروح أجيب حارس مرمى أسطورة أحطه مدير فني بهذه الطريقة، لا هذا لا يجوز. أنا بهتم بحراسة المرمى، وهي ترى بالمناسبة مش ضرورية. يعني لوبتيجي كان حارس مرمى، صار مدير فني من الأعظم، توج بدوري أوروبي، درب مدريد، درب إشبيلية، وهو كان حارس مرمى. فاللي إحنا بدنا إياه تطور كرة القدم. تطور كرة القدم أنا أروح على مدرب بدون إنجازات من ذات المدرسة. طب إحنا ليش تم الاستغناء عن الكابتن جمال السلامي؟ دائما لما تقيل مدرب أو تستغني عنه أو تنهي ارتباطك معه بعد بطولة مجمعة، يعني أنت أقلته بناء على نتائج. احنا خلصنا مع الكابتن جمال السلامي بعد المونديال، ما جبنا نتائج بالمونديال، ما جبنا نتائج بالوديات قبل المونديال. تم الاستغناء عن الكابتن جمال السلامي او انتهاء الارتباط ما بينه وبين الاتحاد الاردني، المنتخب الاردني. طب انا بروح على نفس المدرسه؟ طب هو انا بدي نتائج الان، انا بدي نتائج. انا جايب مدرب نتمنى له التوفيق، كان يدرب النيجر اللي ترتيبهم تقريبا 111 عالميا، ما قبلهم منتخب السودان اللي ترتيبه 117 عالميا. طب انا يعني بدي ارجع معهم عشان اوافق ما مش منطق. انا بدنا مدرسه بس احسن. عبد الله هي يعني الناس اختلفوا فيها، بحكي لك هلا ما في وقت انه احنا نغير مدرسه. يعني هلا احنا عندنا كاس اسيا بشهر 1. نعم. صح ولا لا؟ نعم. طيب الكابتن وليد الركراكي بعام 2022 استلم المنتخب المغربي ما قبل المونديال بشهرين كمدرب طوارئ كان، ووصل نصف نهائي وجاب رابع العالم. عناصرك موجودين حاضرين، جاهز، انت عندك معنوية، قادر انه انت تروح لقدام كثير ببطولة كأس آسيا، تقدر تنافس فيها، تقدر تنافس. اذا بتجيب مدرب من مدرسة قوية جدا بيقدر بهذه الفترة انه يشتغل ويفرض. المدرسة المغربية كلنا متفقين مدرسة قوية جدا. احنا متفقين على المدرسة المغربية، وبتخرج مدربين مميزين. اليوم بنشوف محمد وهبي بالمونديال من المدربين اللي كثير مميزين باسلوب لعب كرة القدم، بتكتيكه، بطريقته، بأرضية الملعب. ولكن احنا اليوم فكرتنا مش المدرسة المغربية. المدرسة المغربية اتفقنا تماما على تطورها، ولكن احنا فكرتنا اليوم انت بدك تجيب مدرب حتى لو كان مثل ما حكينا من هذه المدرسة، روح للأفضل. مثلا وليد الركراكي لو رحت للأفضل، انت بدك انجاز، بجيب حدا ما عنده انجاز او مش عارف طريق الانجاز. طب انا قليل خبره، بجيبش حدا قليل خبره، بجيب واحد. مدة العقد يعني بتبعت رساله انه من الممكن انه يكون مؤقت. يعني هي عام، مدة العقد عام. يعني انا اضحي بآسيا. طب ما هو انا عندي استحقاق. ما هو بناء على آسيا بشوفوا انه هل من الممكن انه يبقى او يرحل. احنا نتمنى انه يبقى ويحقق آسيا ويجيب انجازات. كمان عبد الله بس للتوضيح والتنويه، ممكن يكون العقد لمدة سنة، لانه الاتحاد يتعلم من اخطائه السابقة مع المدربين اللي بيكون عندهم الشرط الجزائي عالي جدا. عالي جدا. فقد يكون هذا كمان مؤشر الى انه يعني انه الاتحاد وقع عقد سنة مع المدرب بادو الزاكي تجنبا لتكرار الاخطاء مرة اخرى. هسه هاي تأخذ من جانبين في راس. الجانب الاول انه الاتحاد ما بده يروح للبند الجزائي العالي، والمدرب بيقول لك انا ما عندي ثقه، انا عقدي كله فقط بس سنه.
بحب ياخذ الاستقرار. دائما المدربين بكرة القدم بحب فترة الاستقرار، يعني لما تعطيه انت 3 و4 سنوات بده يبني ل3 4 سنوات، اما انت اعطيته السنة هو فاهم بادو الزاكي انه انا شغلتي كأس آسيا فقط، بعد كأس آسيا خلصنا، ما في اي شيء بعد كأس آسيا، انا بعد كأس آسيا مروح لانه ما عندي اي شيء، لانه انت مش معطيني الاستقرار. خلينا نحكي حسب الانجاز، ان شاء الله احنا يكون في انجاز ونتمنى انه يكون في انجاز ويكمل مع المنتخب الاردني، ولكن انا بحكي على الصعيد الشخصي كنت اتمنى بمدرسة افضل احسن، لانه منتخبنا المدرسة المغربية مميز، لكن كمدرب كقيمته كيكون جاينا من منتخب احسن، من انجازات اعلى، من تاريخ وانجازات افضل، لانه نستحق بالفتره الحاليه والفتره القادمه شيء مميز. احنا واصلين الان مرحله مميزه بكره القدم، عندنا جيل مميز، ما بدنا نهدر هذا الجيل بسبب اختياراتنا الفنيه انه نضيع علينا. طيب. فتره عبد الله، سؤال صغير وسؤال كثير مهم، كونه الكابتن بادو الزاكي من اساطير حراسه المرمى في الوطن العربي وتحديدا في المنتخب المغربي، هل تعتقد خلال هذه الفتره القليله او خلال هذه السنه ممكن تنعكس بشكل إيجابي على وجود حارس مرمى يمثل منتخبنا أو تطوير حراس المرمى في منتخبنا الوطني؟ بالتأكيد، يعني المفروض يكون عنده خبرة بذلك، المفروض يحسن من حراسة المرمى بالمنتخب الأردني. أذكر له تصريح ما قبل تقريبا أسبوعين حكى عن الأهداف اللي استقبلها منتخبنا الوطني وعرج على طريقة استقبال الأهداف، وحكى الحارس عنده أخطاء بالتمركز وبالتغطية وبتوجيه حائط الصد، فحكى عن هذا الموضوع. أكيد بده يكون مدرب بقيمة بادو الزاكي حارس مخضرم وكبير جدا إنه يكون عارف هذه الأخطاء ويشتغل عليها بالنهاية، لأنه إحنا عندنا هذه نقطة ضعف واضحة تماما، فبدنا حدا يشتغل عليها. بالمناسبة هو مدرب دفاعي بحت، وإحنا هذا المشكلة أنا يعني بقرأ بتكتيككم امبارح للأمانة، بقرأ بتكتيككم، وإحنا منتخب هجومي. إحنا لما منتخبنا طلع من القيود بمباراة الأرجنتين بهجمة واحدة سجل هدف بعد 14 تمريرة، يعني اترك اللاعبين يلعبوا. الكابتن بادو الزاكي بقرأ عنه أسلوبه دفاعي بحت كامل، بيلعب بثنائية ارتكاز دفاعيين بالإضافة لرباعي دفاع 4-2-3-1 إلى 4-3-3 دفاعية بمناطقهم، انضباط دفاعي، وهذا الأسلوب والطريقة التي لا تصلح مع منتخبنا. منتخبنا هجومي الآن، صبغته هجومية، وأسوأ ما بكرة القدم لاعبين صبغتهم وستايلهم هجوميين، تطلب منهم الدور الدفاعي على حساب الدور الهجومي، ونتمنى انه يكون. ولكن كثير من المدربين عبد الله يعني طوروا اساليبهم وخططهم على مستوى الخطط الفنيه على ارض الملعب من خلال اسناد المهام الدفاعيه للمهاجمين. والله يا فراس، هذا الشيء يتطلب ايضا لياقه بدنيه عاليه من المهاجمين. أنا اليوم بديش اكون مجامل بكل صراحه، بديش اكون مجامل للواقع. مدرب بدا بالتدريب عام 1993، مش راح يجي بال2026 يطور شيء من كره القدم باسلوب وطريق ونهج هو ماشي عليه، هو ماشي على نهج معين من 93، مش راح يغيره عشان سنه بالمنتخب الاردني. بكل صراحه مش راح اكون مجامل، لان هو ماشي على نهج، وانا قرات عنه كثير انه هو المدرب ماشي على النهج هذا طول مسيرته، هذه هي طريقته، هذا اسلوبه، هذا السيستم والنمط اللي بيلعب فيه. نتمنى له التوفيق وان شاء الله انجازاته مع منتخبنا يا رب.